صباح الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي كامل راكم بخير. واللي دخلوا تاني اجدد معنا نقول لكم الف مرحبا في قناه منازات. واللي مازال ما اشتركش وشاف قناتي لاول مره نقول لكم روحوا اشتركوا، لانه هذاك الاشتراك تاعكم راح يكون دعم كبير ليا وللام تاعي. كما تشوفوا بديتكم بالفطور تاع الصباح، نفطروا. الام تاعي دايره قهوه، انا قهوه ما نشربهاش. الام تاعي منين داك برك تشرب القهوه، ها هي لا. وانا كنت درت غير كاس حليب برك على خاطر نشرب غير الحليب برك صباح. القهوه ما نشربهاش نهائيا. شربت الكاسات تاع الحليب ودرك راني قاعده ناكل في الزميته. هذه اللي راني ناكل فيها على بالي بزاف اللي ما يعرفوهاش، هي الفرينه تاع الشعير. حنا نسموها المرمز، هنا في الجزائر نسموها المرمز ولا زميتة المرمز. هاي الام تاعي راهي تقول لي المرمز زميتة المرمز، اسمها المصطلحات بزاف. المهم قلت لكم هذه بزاف اللي ما يعرفوهاش. هي المهم انا باش نوضحها لكم هكا باش الناس كامل تفهم المصطلح. هي الفرينه تاع الشعير، نديروها في الماء والزيت، نخلوها حتى تغلى مليح مليح، بعد تم تعقد. والملح طبعا، الملح لازم ما ننساوهاش. مع تعقد تولي كيما هك وناكلوها تجيب لينا هايله. ودركا بعد ما خلصنا الفطور راح طول نوجد الغداء، على خاطر نهار تاع اليوم نهار هايل. الشمس ما كاش فيه، الهواء هكا بارد، يعني ما شاء الله نهار تاع اليوم هايل. كملوا معي الفيديو الاخير باش تشوفوني واش راح ندير الغداء. مع الملل معا طول الماء تاع الفطور ما نخلص لازم نغسلهم. هنايا الماء بالك راه يبان لكم موسخ، بصح ماهوش موسخ. راه البرم كي غسلتهم كامل فيهم هكا الكحوله تاع النار، على بها راه يبان لكم موسخ، بصح الماء ماهوش موسخ. ولهنا راكم تشوفوا الام تاعي طول دير الكوارث. منين الحاجه اللي تنحيها سوا فول ولا جلبانه، منين البلاصه اللي ترتاح فيها تروح تفرك فيها داك الفول والجلبانه. ما تشوفوا هاني لميتهم انا مازال ما هزيتهمش على خاطر ما لقيتش ساشيه باش نهز بها، او نرميهم لبرا. لهنا هذوك الماء اللي كنت غسلتهم خليتهم عليها. نحيت هذه المنظمه اللي كنت دايره فيها لما غسلتها، شوفوا نظفتها. على خاطر الاب تاعي كل مره نلقاه يسيم في بلاصه، كل مره راه يسيم في السور هذا، مره راهو في هذا، يعني كل مره الماعن يتوسخوا. اليوم هاك نشوفوا، اليوم نحيت كل حاجه، الماعن كامل نحيتهم وغسلتهم، ودوك راح نعاود ننظفهم كاملين. وما من بالي ما اليوم راني راح ننظفهم وننظفهم كلش، ما على بالي ممكن من الاشياء بابا تظهر له يسيم في بلاصه واحده اخرى. مانيش عارفه هذه والله كي ما تطلع له. انا دوك عم بالي راح ننظفهم، بصح ممكن كيما قلت لكم من الاشياء ظهر له يسيم في بلاصه واحده اخرى وراح يتوسخوا لي، بصح معليش. المهم ما يعاودوا يتوسخوا، راح نعاود نغسلهم. نشوفوا هادو لي بواط كنت نحيتهم من المنظم هذاك. راح كيفاش هكا نزيد ننظمهم، على خاطر عندي هنايا لي زيبيس مازالني ما حطيتهمش كيما هنايا. هذا دوك راح نفرغوا الماء. هذا زعفران، لا هذه شويه غلط. كركم، هذا كركم وهذا كركم. كنت دايره غير هنا برك شوي، وهذا كركم كنت مخليته في ساشيه، من بعد قلت الرائحه. هذا بليت كركم، هذا ما فيش ريحه، يعني هذا فيه ريحه، هذا راح نرميه وهذا راح نخليه. هيا لا هذا رميته على خاطر ما فيش ريحه خلاص. في الكركم وفي حتى ريحه، مي هذا فيه ريحه، على خاطر هذا كي شريته غير من الحانوت برك، يعني غير من الحانوت. مي هذا شريته من عند ليبيا البهارات.
هكا باش ننظم شويه هي الحاله. هي مازال الحاله عندي مخلطه، مي نحاول كل مره ناقص حاجه. زاد الحاله مخلطه، مادام الاب تاعي مازال يسيم صافي على بالي بلي مازال مخلطه. ودوكا راكم تشوفوا هادو هما لي بواط اللي كنت نحيتهم انا من لي زيبيس ومن بعد غسلتهم. دوكا راح ننظمهم هنايا. ما عنديش لي بواط تاع القزاز، مي ماشي حاجه انك هكا تعدلي لي زيبيس تاع كل الحوايج اللي تحتاجيهم في هادو لي بواط تاع العسل. جبت هذا تاني غسلته تاني، راح نحط فيه كيما الزرارة هكا والحوايج. مام لي زيبيس اللي مازالوا راهم في الساشيات تاني كيف تاني راح نحطهم هنايا مع الزرارة. ها هنا كيما قلت لكم هذو البهارات اللي ما عنديش فاش نحطهم. المهم هذوما اللي ما كنتش لي بغيت باش نفرغهم فيهم. ومن بعد كيما شفتوا غسلت هذا نضفتو دوكا راح نحط به هكذا باش اي حاجه نحتاجها راح نلقاها هنايا، حتى نشوف كيفاش حتى يتوفروا عندي هذوك لي بواط وساهل نقدر نفرغهم هكا. نكون لميت كل حاجه تاني نفس الشيء راح نحطها هنا هكا. لانايا بعد ما خلصت وفرزت هذيك الحاله الحمد لله اللي فرزتها، جيت لهنايا نحيت هاد القرنونات كنا كل نهار نقولوا اليوم نحوهم غدوه نحوهم، ما نحيناهمش. المهم اليوم جاء وقتهم هاني نحيتهم. هاد القرنونات كبروا بزاف، وعلى بالكم القرنون اذا كان كبر بزاف راح يولي يابس، يعني لازم يتنحى وما يكونش وهو ما تخلوش يكبر بزاف. كيفاش تعرفوا بلي القرنونه راهي كبيره بزاف؟ تلقاو الورق تاعها فاتحين بزاف. مي كي تكون ما كبيراش بزاف تلقاو الورق تاعها مازال يعني ملايم بعضها. لهنايا راح ندير لكم واحد الخبز هايل بزاف كما تشوفوا. لهنايا حطيت الكميه اللي تحتاجوها من الفارينه، حطيت ثاني رشه تاع الملح وراح نبدا نلم بالماء كما تشوفوا. راكم تشوفوا لهنايا الله ديتكم للطبيعه. دوكا راح نبدا نلم فيه بالماء. اذا شفتوا بلي خاصه شوي فرينه ولا حاجه زيدوا هكا غير رشات خفاف برك. المهم باش تتلم لكم العجينه تاعكم. لاني بعد ما راح نلمها راح نديرها في ساشيه، طبعا لازم ديروها في ساشيه هكا باش ما تنشف لكمش، وديروها هكا حطوها في بلاصه مده تاع ساعتين ولا 3 سوايع. المهم حتى ترتاح مليح. ولا هنايا في طريقي لقيت هذا البابونج، قلت له غير نحيه له ما نحيش، نحيت منه هكا شويه. راكم تشوفوا البابونج هذا ممكن كاين اللي ما يعرفوش باللي كاين بابونج يكون صفر الطول، وكاين بابونج اللي يكون من الوسط ابيض ومن يعني من الاطراف تاعو يكون صفر. المهم انا نحيت هذاك النوع. من بعد رحت تاني لهنايا رحت للقربي جبت شويه تاع بطاطا راكم تشوفوا، على خاطر البطاطا صايره انا نحيناها على خاطر لو كان نخلوها مده طويله في الارض راح يعني راح تفسد. على بها نحيناها وفرشناها في الارض كما شفتوا وغطيناها هكا باش تبقى محافظه على روحها، وراح تقعد لك مده طويله بلا ما تفسد لك، يعني مده تاع حتى 5 شهور 6 شهور بلا ما تفسد لك. ولا هنايا تاني هاكم تشوفوا راح نحي تاني البصل لهنا هاني جبته راح نبدا نقي فيه.
انا هنايا البصل كنت درت كميه كبيره، نتوما كيما تحبوا تنقصوا الكميه ولا تحبوا تزيدوا كيما تحبوا، ولكن من الاحسن انه الكميه تاع البصل تكون اكثر من الطماطم. المهم كما شفتوا هنايا هاي الكميه اللي درتها تاع البصل، درت كميه كبيره تاع البصل. درت تاني بطاطا تاني هاكم تشوفوا تاني راح نقليها حتى هي. ولهنا حطيت الطاجين هذا ومسحته مليح مليح، ومن بعد رحت للخبز اللي كنت ديجا عجنته من قبل وحطيته يريح مده تاع تقريبا كي خليته تقريبا ساعتين ونص هكيك. لهنا هاكم تشوفوا درته على شكل دوائر، درت 5 دوائر هاكم تشوفوا. ومن بعد بديت نطرح بالوحده كما تشوفوا وبديت نحطها على الطاجين. لهنا هاكم تشوفوا ما تخلوهاش تنتفخ خلاص. منين البلاصه اللي تشوفوها انتفخت حاولوا كيفاش تقبوها باش ما تكملش تنتفخ خلاص، لانه الخبز هذا يتخدم كيما هكا، يعني ما تخلوش لازم هي كل بلاصه لازم تنتفخ، مي ما تخلوهاش تنتفخ بزاف. لهنايا كيما تحبوا نتوما تحرقوها مليح، يعني تحبوا طيبوها مليح ولا تحبوا تخلوها كيما تحبوا نتوما، كل واحد يعني واش يحب. انا هنايا اكتفيت غير هكا طيبتها غير، المهم يعني حتى شتا بلي راهي طابت مليح ونحيتها، يعني اكتفيت بهذاك اللون خاطر يعجبني هذاك اللون. لهنايا هاكم تشوفوا الحبات كامل راح نكملها بنفس الطريقه، نطرحهم وندي نطيب بالوحده. لهنا بعد ما خلصت درتهم على جهه، ومن بعد جبت هذا البلا حطيت فيه زيت زيتون وراح نحط البصل، راح نقليه مليح مليح هذاك البصل حتى يدبل مليح. لهنا بعد ما يكون هذاك البصل تقلى عليه طبعا لازم نحط الملح، لانه الملح راح يعاون هذاك البصل باش يدبل. لهنا هاكم تشوفوا زدت العواد على خاطر منين داك النار راح تنقص لي، لازم منين داك هكا لازم نزيد النار. لهنا هاكم تشوفوا جبت هذوك الحبات تاع الطماطم، جبت 3 حبات تاع الطماطم كاملين راح نحطهم. ولهنا كما تشوفوا هاني بديت نقطع فيها هذيك الطماطم حبه بحبه. نتوما كيما تحبوا تقطعوها عشوائيا ولا تحبوا تربيوها كيما حبيتوا نتوما. انا حطيت 3 حبات كبار، نتوما تحبوا تنقصوا تحبوا تزيدوا كيما تحبوا. المهم شرط برك انه البصل يكون اكثر من الطماطم، ولا تحبوا تنحوا لها القشور تاني تاع الطماطم تنحوا لها القشور تاعها. كاين اللي ما يحبش القشور تاع الطماطم تاني كيما حبيتو، كاين اللي ما يحبش القشور ينحي هذاك القشور. صراحه كل واحد كيف يحب. انا هنا ما نحيتش القشور، حطيت الطماطم بها بقشورها، وانتم اللي يحب ينحي القشور ينحيه. هنا هاكم تشوفوا هنايا بعد ما هذيك الطماطم كامل كنت قطعتها ثاني حطيت البهارات اللي تحبوهم نتوما. انا هنا حطيت غير فلفل اسود برك، هذا هو البهار الوحيد اللي حطيته. من بعد ما حطيته هاكم تشوفوا وخليت هذيك الطماطم حتى تقلات مليح مليح يعني حتى دابت. هاكم تشوفوا جبت 4 حبات نتاع البيض وحطيتهم فوقها كما تشوفوا، كسرتهم فوق داك البصل والطماطم. المهم لهنايا كانت طابت وحطيتها على جهه. من بعد جبت هذه المنقله حطيت فيها زيت زيتون، ما حطيتش زيت سونغو على خاطر زيت سونغو ما كانش عندي، حطيت غير زيت زيتون. حطيت ديك البطاطا تقلى فيها ديك زيت زيتون تجي هايله تاني تجي بنينه. لهنا هاكم تشوفوا يعني كل حاجه راهي يعني وجدت. هاكم تشوفوا البصل هذاك تاعي مع الطماطم الله الله، ومع هذوك التوابل والبيض حطيت ليه هريسه يعني جات تجي بنينه هايله. والبطاطا ثاني راهي على جهه بعد ما تقلات وخلصت حطيت الثاني على جهه. لهنا هاكم تشوفوا لهنا كيما تحبوا نتوما. انا هنا حبيت الطماطم هذيك يعني نربيها خلاص يعني حبيتها تذوب خلاص. نتوما كيما حبيتوا تحبوا تخلوها حتى تذوب، تحبوا تخلوها هكا الحبات نتاعها يبانوا كيما حبيتوا نتوما. ولا هنا كيما تشوفوا تاني جبت هذاك الخبز هاكم تشوفوا، من بعد هذيك الشكشوكه نتاع البصل والطماطم كنت حطيتها في الوسط، من بعد زدت حبات نتاع البطاطا ثاني من الفوق، من بعد درتها على هذاك الشكل. وهاكم تشوفوا راني نغلق فيها بهذاك الورق نتاع الله اعلم صراحه النبته مانيش عارفه الاسم تاعها بالذات، ولكن الورق تاعها اذا كان غلقتيه مش راح يتقطع لك، يعني راح يقعد هو ما متزيري في تقطعه كامل ما يتقطع لكش، يعني صعيب باش تقطعيه لازم غير بموس باش تقطعيه. المهم راح نكمل الحبات كامل يعني تاع الخبز كامل بالطريقه هذه، يعني يجي شكل هايل وراقي في نفس الوقت. لا تعرفوا راني نزرب غير باش ناكلوها سخونه، راكم تعرفوا بطاطا وتاني شكشوكه لازم تتكل وهي سخونه، خاطر الا كان بردت يعني هكا الطعم تاعها كامل راح تفقدو. صراحة يجي واحد الشكل هايل. نتوما كيما حبيتو الا حبيتو تجربوها ما يعني ماشي شرط على بالي بلي هذوك الاوراق ما تلقاوهمش، يعني ماشي شرط ديروا هذوك الاوراق، يعني تقدروا تستبدلوهم باي حاجه واحده اخرى. المهم الحاجه اللي تخدموها نحاولوا على قدر ما نقدروا انه نديروها هكا في شكل يكون باهي على الاقل باش النفسيه تاعك كي تشوف هذيك الحاجه ترتاح وتقدري تاكليها، يعني تاكلي منها بزاف، يعني يقول لك تاكل العيله على قبل ما تاكل الفم. المهم كما شفتوا الحبة كامل كملتهم بنفس الطريقة هاكم تشوفوا.
لهنايا بعد ما خلصت سخنت هكا كميه تاع الماء هكا تشوفوا حطيتها، يعني لازم الماء يكون سخون مليح مليح. كما تشوفوا من بعد جبت هذوك الحبات نتاع البابونج اللي كنت نحيتهم غسلتهم مليح، طبعا لازم تغسلهم مام الغابه ما تكونش فيها غبره كامل، ولكن لازم يتغسلوا. حطيت كل حبات تاع البابونج، مي شرط انه البابونج تاعكم لازم يطول يحكم واحد ساعتين ولا 3 هكيك باش يطلق اللون تاعو. هاكم تشوفوا، ولا تحبوا ترجعوه يعني يغلى مليح مليح على النار هكا باش يطلق اللون تاعو تمتم. يعني يا اما تخلوه في الماء السخون مده تاع ساعتين حتى 3 سوايع باه يطلق اللون تاعو، ولا اذا كان حبيتوا تسرعوا العمليه عاودوا رجعوه على النار يعني يغلى هكيك واحد 2 دقائق ولا 3 راح يطلق تمتم اللون تاعو. ولكن الاحسن والصحيه انكم تخلوه في الماء السخون مده تاع ساعتين حتى 3 حتى يطلق اللون تاعو وحده، هذاك هو الصحي اكثر. لاني هاكم تشوفوا القاعده تاعنا الله هايله، والله نتمناها لاي واحد القاعده هذه صراحه انها كتكون واحد الراحه، سيرتو كي تكون في جو عائلي صراحه تكون هايله خاصه في وسط الطبيعه. ولهنا نكون وصلنا الى اخر الفيديو. ان شاء الله يا ربي الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، فقط الى شتوني بلي نتابع الفيديوهات ما تبخلوش عليها بالجيم والبارطاج والكومنتير هكا باش توصل قناتي لاكبر عدد من الناس. ما قال لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، نحبكم بزاف بزاف، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.